الكوارتر اللي بينتهي في 31/12، والكوارتر بينتهي في 30 مارس اللي هو 30/3، والكوارتر بينتهي في 30/6، والكوارتر بينتهي في 30/9. فالكشف الحساب بيطلع في التواريخ دي، يعني بيطلع في 30/6 عن المعاملات اللي تمت في الكوارتر اللي بينتهي في 6. بمعنى يعني انت كشف الحساب بتاعك زي ما هنشوف دلوقتي بتاريخ كشف الحساب بتاعك او تاريخ البنك ستيتمنت بتاعتك مكتوبه 30/6/2020 مثلا، ده معناه انه هتلاقي في كشف الحساب ده الحركات اللي تمت من اول 1/4 لغايه 30/6. ده يعني اول حاجه عايزك تعرفها. تاني حاجه او حاجتين مع بعض كده، دائن ومدين او ديبت وكريدت. المصطلحات دي موجوده في كليه التجاره طبعا، وعايزين نقول برضو ان في ناس كتير كانت بتتلخبط فيها في كليه التجاره، انا نفسي كنت بتلخبط فيها احيانا، بس هحاول اوضحها لكم بالراحه خالص. اول حاجه انت تدي للبنك فلوس، فبالتالي انت مدين البنك بفلوس. البنك بيطلع لك كشف الحساب بيوضح لك ايه موقف الفلوس اللي انت مديها له، فبالتالي في عندك هتلاقي دائن وفي مدين. دائن دي هتلاقي فيها كل الفلوس بتاعتك،